أوقفت المصلحة الوائية للشرطة القضائية بمدينة سطات زوال اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 الشخص الذي ظهر في شريط فيديو وهو يهدد بالاختطاف وطلب فدية مالية في قضية لها علاقة بالتنافس الرياضي. وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت شريطاً فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص ينسب نفسه لفصيل رياضي ويهدد باختطاف طفل والمطالبة بفدية مالية في قضية تتعلق بالتنافس الرياضي برسم البطولة الوطنية لكرة القدم. وقد مكنت الأبحاث المنجزة من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة ابن أحمد، حيث تبين أنه سبق تقديمه أمام العدالة السنة المنصرمة في قضية تتعلق بنشر تدوينات ومحتويات عنيفة تحرض على الكراهية والعنف. وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد خلفيات وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن مدى جدية التهديدات الإجرامية الصادرة عن المشتبه فيه الموقوف.